السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم شرايح البطاطس المحشية شبه البانيه. في الكبة هنحط قطعة من اللحمة وفلفل أخضر وفص من الثوم وبصلاية صغيرة. المفروض هنا هضيف كزبرة بس أنا ما عنديش فخلاص يعني. هنفرمهم كده في الكبة اهو. تمام كده. وده الخليط معانا اللي أنا فرمته في الكبة. هحط عليه شوية ملح وشوية كزبرة وفلفل أسود وكمون اهو. هنا بقى هجيب 6 حبات من البطاطس، هقطعهم سلايس كده شرايح. اهم حاجة تكون متساوية. شريحة البطاطس هنا بتكون اهي قد كده سمكها، يعني مش بيبقى عريضة خالص ولا رفيعة عشان ما تحرقش مننا. ده سمكها بالظبط اهو. نقطعها كده من النص بس مش هنكمل للاخر، يعني هنسيب حتة كده عشان تبقى ماسكة اهو معايا. مش هنقطعها للاخر اهو، في حتة كده لازم بنسيبها، ما بنوصلش السكينة لاخر شريحة البطاطس. هعملها لكم مرة تانية اهو، نفس السمك اهو اهو، والنص كده بالظبط. هقطعها لحد، يعني مش للاخر، ما اوصلهاش للاخر عشان تبقى ايه، ماسكه في بعضها. كده كنت عملت كل كميه البطاطس اللي عندي وهبتدي احشيها اهو. هنا ممكن تحشيها فراخ، ممكن تحشيها لحمه، زي ما انت حابه الموجود عندك. هي موفره وجميله جدا للاطفال، لو عندك اطفال صغيره هيفرحوا بيها زيها زي البانيه، وطعمها حلو قوي. هي فكره جديده وجميله ومشبعة، وممكن غدا عشاء، هتبقى حلوة جدا معاكي. جربيها ومش هتندمي. اهو هنا خلصت كل الكمية اللي عندي، وبعد كده هنحطها في البيض والدقيق والبقسماط. هنا معانا البيضة. هنا بقى انا حطيت بيضة واحدة على حسب الكمية اللي عندك هتحطي. هنا حطيت نص كوباية من اللبن اهو، الفيديو قطعها، وشوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود، وانا كان عندي حبة زعتر حطيت شوية زعتر عليها. مش عندك اختياري، ممكن ما تحطيش الزعتر، المهم الفلفل الاسود في الوصفة دي اهو. نقلبها. هنا هنحط البطاطساية الاول في الدقيق وبعد كده في البيض وفي البقسماط. البقسماط هنا انا كان عندي بقسماط مطحون، حطيت عليه كمية تانية طحنتها وحطيت عليه فيجيتار وشوية ملح. هنا حطيت البطاطساية في الدقيق الاول، ننفضها كويس ونحطها في البيض واللبن اللي احنا عملناه، ونحطها في البقسماط بعد كده علشان نغلفها كويس. هنا الطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد معاكي وقت ان شاء الله. تقدري تقدميها مع اطباق مكرونة، مع رز، مع اي حاجة انت حباها. اهو. هعمل لك واحدة تانية، الاول في الدقيق وبعد كده في البيض بعد كده في البقسماط، نفس طريقة تغليفة البانيه بقى اهو. غلفتها كويس. هعمل واحدة تالتة علشان
كده يبقى تمام. وصفة جميلة وريحتها حلوة وطعمها حلو، وإن شاء الله هتعجبكم. هنا خلصت الكمية كلها، وشفتوا ما شاء الله الكمية عملت كتير، عملت كمية كتير. وبعد كده هنروح نقليها في الزيت. هنا الزيت لازم يكون سخن، بس مش قوي يعني، سخن حلو يعني. وبعد ما يسخن ونحط البطاطس بتاعتنا، هنبتدي ايه، اول ما تشمع كده من تحت هنهدلها النار. وهنا الزيت يا دوبك سخن يعني، مش بارد خالص ولا سخن خالص، عشان ما تحرقش مننا. اهو. تمام كده. زي ما قلت ان النار الاول تبقى عالية، وبعد كده اول ما هتاخد لها تشميعة من تحت هنهديها، وبعد كده نقلبها على الناحية التانية، عشان الزيت ما يتحرقش مننا، لان فيها بيض، فالبيض بيحرق الزيت بسرعة مع الدقيق والبقسماط. اهو. زي ما قلت هديت لها النار، هقلبها على الناحية التانية. هنتعامل معاها معاملة البطاطس يعني، ما نطلعهاش بسرعة علشان تستوي من جوه، لان فيها لحمة طبعا نية، فلازم تستوي من جوه. ما نستعجلش على ان هي تطلع. هنا حمرت اهو، ادت لون ذهبي حلو خالص، بس لسه برضو هديت لها النار خالص عشان تستوي براحتها. هنجهز طبق التقديم بتاعنا اهو. خلاص كده يعتبر استوت اهو، اللون بتاعها حلو قوي. هنطلعها على مناديل علشان تنزل الزيت، او على مصفى لو انتي حابة تصفيها، بس انا بفضل ان هي على مناديل المطبخ. اهو هحط تاني. هنا عليت النار سنة بسيطة علشان الزيت ما يسخنش جامد ويتحرق مني. اهو التقليبة الاولانية، وهديلها النار تاني. كده هنطلع البطاطس. انا طبعا اكيد عاملة قص الفيديو، فانا يعني فسيبيها براحتها تستوي، واهم حاجة ما تحرقش منك. اهم حاجة النار تكون هادية. لو حسيت ان الزيت اتحرق مني ممكن اصفيه وارجع احط زيت جديد يعني. اهو هنا خلصت كل الكمية، وهو حطيتها في طبق التقديم، وبالهنا والشفا. واعملي لي شير ولايك وسبسكرايب.